أول ما أصبت بمرض السكر ما كانش فيه علم ولا معرفة كتير عن المرض ده. كان أغلب اللي معروف إن فيه سكر وبس. السكر بيجي من أكل السكر الكتير. ما يعرفوش بقى إن في سكر نوع أول وسكر نوع تاني، ما يعرفوش أي حاجة من الموضوع ده كله. هو السكر بسبب إنك بتاكل كتير. هتحتاج بس إن أنت تاخد حبوب، أو مش عارف تروح لدكتور، أو إنك تنزل تلعب رياضة، أو إنك تسيبها على الله، وأكيد كله على الله وكل حاجة هتبقى تمام، ما تقلقش. وشوية كده وهتتعالج وهتبقى كويس. تمام. فده اللي كان معروف. فما كناش نعرف حاجات كتير زي سكر النوع الأول وسكر النوع التاني والفرق ما بينهم والكلام ده كله، وإن السكر النوع الأول ملهوش علاج غير الأنسولين، والحاجات دي كلها ما كناش نعرفها. ففي الفيديو بتاع النهاردة هقول لك الحاجات اللي أنا ما كنتش عارف إن المفروض تكون معايا طول الوقت. يعني حاجات مريض السكر ما ينفعش يستغنى عنها ألف ب. يعني دي حاجة انت ممكن تستغرب من الحاجات اللي انا اقولها لك في الفيديو بتاع النهاردة، الحاجات اللي انا بستخدمها كمريض سكر. بس دي حاجات صدقني في ناس كتير عندها سكر مش بتستخدمها. تمام. ففي الفيديو بتاع النهارده اقول لك على 3 حاجات لازم تستخدمهم لو انت عندك سكر وبالذات من النوع الاول. فبلاش كلام كتير، يلا نبدأ على الفيديو. بس في الاول خالص انا اسمي خالد ناصر، بشاركك في القناة دي تجربتي كشخص متعايش مع مرض السكر وبنى جسمه وحسن حياته للأفضل. فبشاركك تجربتي وايه اللي انا عملته من الاخر علشان اساعدك. انا ولا دكتور ولا متخصص، انا مجرد شخص عنده خبرة، وساعدت بخبرتي دي ناس كتير دخلوا معايا كونسلتيشن اللي هو الاستشارات. لو حابب تحجز ميعاد موجودة تحت في الديسكريبشن. مش بوصف لهم علاج، انا مش دكتور، انا مجرد شخص بساعدك باللي انا عارفه واللي انا عديت بيه، لان انا عديت بالمرحلتين. مرحلة كان سكري فيها مش متظبط، ومرحلة سكري فيها متظبط، والحمد لله عديت بمشاكل كتير جدا. فعامل القناة دي عشان اساعد كل الناس. فيلا بلاش كلام كتير، نبدأ في الفيديو. واول حاجة يلا نبدأ بيها كده على طول هي اكيد مش القهوة. اول حاجة نبدأ بيها هي الانسولين. مريض السكر النوع الأول ما ينفعش يستغنى عن الأنسولين خالص بمعنى الكلمة. السكر النوع الأول مستحيل يستغنى عن الأنسولين. لو استغنى عن الأنسولين يعني هيعرض حياته للخطر، هيعرض حياته للخطر جدا. وفي ناس كتير عملت الموضوع ده لأن هم راحوا لأطباء مش كويسين، فبيقول لهم استغنوا عن الأنسولين ومش عارف خدوا حلبة خدوا قرفة. فالكلام ده كله بلح، مفيش حاجة اسمها كده. أنا عندي سكر، ولو استغنيت عن الأنسولين أقدر أقول لك إن أنا ممكن اموت. يعني مش هقدر اقول لك حاجه اكتر من كده. دي الحاجه اللي ممكن مريض السكر تحصل له لو هو ما استخدمش انسولين. الكلام ده بيحصل على المدى الطويل، بس حتى على المدى القصير لو انت قلت انا مش هاخد انسولين ومش عارف ايه، فصدقني انت كده هيحصل لك مشاكل. تلاقي نفسك سكرك بيعلى، تلاقي نفسك ممكن دخلت في تسمم، دخلت في حاجات كتير جدا. لان الانسولين مش وظيفته ان هو يظبط مستوى السكر بس. الانسولين ذات نفسه، يعني اتمنى اكون فاهم النقطه دي، بيدي طاقه. يعني ازاي؟ يعني انت دلوقتي لو كلت كربوهيدرات اللي هو مثلا رز عيش ايا كان، واخدت انسولين مناسب ليهم، فانت دلوقتي بتدخل جسمك طاقه. تقدر تتفرج على الفيديو، تقدر تمشي، تقدر تروح، تقدر تيجي، تقدر تعمل كل حاجه. تمام. تقدر انك تتمرن، تقدر تعمل مهامك العاديه. فدلوقتي انت مهما تاكل ومفيش في جسمك انسولين، مفيش حاجه بتخلي السكر ده يدخل جسمك جوه الخلايا عشان يتحول كطاقه. فاول حاجه كده ما تستغناش عن الانسولين. والنقطه اللي انا حابب اذكرها لك، افضل نوعيه انسولين انا جربتها، ركز، انا جربتها كسكر نوع اول، هو السريع والبطيء. وعامة أغلب الأبحاث وأغلب الناس وأغلب الدكاترة بتدي الأنواع دي. في ناس بتاخد أنواع تانية وده بيكون بسبب الماديات نوعا ما. بس حاول على قد ما تقدر إنك توفر السريع والبطيء. أنا باخد سريع أبيضرا وبطيء لانتوس. تمام. فالبطيء ده بيتاخد مرة واحدة في وقت ثابت، والسريع ده بيتاخد قبل كل وجبة على حسب كمية الكرب وعلى حسب سكرك قبل الوجبة. وتاني شيء هو جهاز السكر. هتقول لي طب طبعا انا عندي جهاز سكر. انت ممكن تكون عندك جهاز سكر وتشوف الفيديو، بس ممكن شخص تاني دلوقتي سامعني مفيش عنده جهاز سكر. بسبب بقى ماديات ايا كان، بس دي مشكلة كبيرة. اصل انت دلوقتي ما انتش عارف سكرك ايه، وانت بتشوف الفيديو دلوقتي انت ما انتش عارف سكرك عالي ولا واطي. افرض سكرك واطي هيوطى اكتر، فممكن يحصل لك لا قدر الله غيبوبة. هتقول لي احس بالهبوط، هعمل لك فيديو عن موضوع الهبوط ده. ومختصر كده، ممكن الهبوط يحصل لك من غير ما انت تحس. يعني ممكن يحصل لك هبوط في السكر من كتر ما الموضوع بيكرر معاك كتير ما تحسش. يمكن سكرك يبقى 30 ولا 50 وانت عادي مفيش اي مشكلة. فجهاز السكر لازم يكون عندك في البيت، لازم حتى لو تقلل عدد مرات القياس. وفي اماكن كويسه بتبيع الشرايط بسعر قليل. يعني انا لقيت مكان، انا كنت بشتري علبه الشرايط مثلا برقم معين، لقيت علبه الشرايط في مكان تاني بنص الرقم.
فممكن تبعت لي على الواتساب، هقول لك انا بشتري منين، انا بشتري من دمياط، تمام. فلو انت من دمياط هقول لك المكان، ابعت لي وهبعت لك المكان، تمام. وابعت لك برضو رقم التواصل معاهم، تتواصل معاهم لو عندهم توصيل حتى لو انت من بره، تمام. فلازم يكون عندك جهاز سكر. هتقول لي ازاي؟ اقول لك لو انت تبع دلوقتي، لو انت تحت ال 18 ممكن عادي تقدم على جهاز سكر على الدولة او ايا كان. حتى لو انت فوق 18 حاول انك تقدم انك تجيب جهاز سكر. لازم يكون عندك جهاز سكر، لازم تكون بتقيس بشكل دوري قبل كل وجبة وبعد كل وجبة. يعني مثلا تقيس الصايم، تمام، بعدها تفطر، بعدها بساعتين ثلاثة تقيس تاني، وقبل الغداء وبعد الغداء ايا كان انت بتاكل وجبات، بس لازم سكرك يتقاس قبل كل وجبة وبعد كل وجبة بساعتين ثلاثة. ممكن طريقة معينة تقلل بها عدد القياسات، وممكن تكلمني تحجز معاه ميعاد افهمك ازاي بقلل عدد القياسات. انا باخد في اليوم اكتر ممكن 4 وجبات، فكنت بقيس 10 مرات، دلوقتي انا بقيس حوالي 4 5 6 مرات بالكتير. فبرضه ممكن اساعدك في الموضوع ده، ابعت لي رسالة وبرضه هقول لك ازاي تقلل عدد مرات القياس. بس يعني من الاخر انت لازم يكون عندك جهاز سكر. ما ينفعش لو انت عندك سكر البيت ما يكونش فيه جهاز سكر، لازم يكون في جهاز سكر. حتى يعني لو انت مقتدر ماديا يكون مثلا لو انت معاك عربيه يكون في جهاز سكر في العربيه وجهاز سكر في البيت لازم. فتاني حاجه لازم يكون عندك جهاز سكر. وهي خيبتي الكبيره لو انت شخص عندك جهاز سكر بس مش بتقيسه ومريح دماغك. لازم تقيس السكر، ما تجيبش جهاز السكر وتسيبه في البيت، اكيد ده تخلف. لازم تقيس سكرك قبل كل وجبه وبعد كل وجبه زي ما احنا قلنا. تالت حاجه ومتاكد بنسبه 99% ان هي مش عندك، واللي هي الميزان. ايوه الميزان. اغلب مرضى السكر عندهم الانسولين وجايبين سريع وبطيء بقى، وعندهم جهاز السكر وجايبينه تمام التمام، اقوى احسن شركة في العالم ولا مركب سنسور، بس مفيش عنده ميزان اكل. انت مستوعب انك ميزان الاكل ده يكاد يكون اهم حاجة في الفيديو؟ ميزان الاكل ده عامل جبار ان سكرك يبقى مظبوط. انت دلوقتي لازم تحسب حاجة اسمها كربوهيدرات اللي هي النشويات عشان تاخد لها انسولين مناسب، تمام. فدلوقتي انت عندك الانسولين وعندك جهاز السكر وكله تمام التمام، بس انت مش عارف الوجبه اللي انت هتاكلها هتاخد لها انسولين قد ايه. فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك سكرك دايما عالي، سكرك دايما واطي، متذبذب، ما انتش عايش حياتك طبيعي. ففي حاجه اسمها حساب الكارب، انك مثلا هاخد مثلا 200 جرام رز وزنتهم على الميزان. اهم حاجه وزنتهم على الميزان 200 جرام رز فيهم حوالي 60 جرام كارب. في رقم معين من الانسولين هاخده لل 60 جرام كارب ده، دي بتفرق من شخص للتاني، مفيش كلام ثابت. في قاعدة ممكن تفيدك في الموضوع ده، ودي كنت شرحها وممكن تشوف كابتن محمد الهشام شرحها، واللي هي قاعدة ال 500. بتجيب مجموع الأنسولين كله على 500 فبيطلع لك رقم، ده الرقم التقريبي اللي وحدة الأنسولين بتتاخد له من الكارب. يعني مثلا لو طلع لك 10 مثلا، فلكل 10 جرام كارب وحدة أنسولين، أيا كان بقى الرقم اللي طلع لك، بس ده رقم تقريبي. ولازم دكتورك يكون معاك في حاجة زي كده علشان يظبط لك البطيء برضه. لازم يكون عندك ميزان أكل علشان تقدر تحسب الكارب، عشان تقدر تحسب الاكل اللي انت تاكله فتقدر تاخد انسولين مناسب ليه. فلازم يكون عندك ميزان. هاته بقى من على امازون، سعره رخيص حوالي 100 جنيه ولا 110. فهاته وصدقني ده يكون احسن استثمار. وبس كده خلاص الفيديو خلص. خلاص هم دول 3 حاجات، اول حاجه انسولين، تاني حاجه جهاز السكر، تالت حاجه والاهم الميزان. ال3 حاجات دول لو عندك بشكل كبير انت ماشي على الطريق الصح كشخص مصاب بالسكر. واكيد لو انت عندك الحاجات دي فسكرك مظبوط، ولو مش عندك فسكرك متدمر. حاول انك تجيبهم. ولو ما انتش عارف انت ممكن تستخدم الحاجات دي صح بنسبة 100% ازاي، ابعت لي رسالة او احجز معايا استشارة. ابعت لي رسالة على الانستجرام او الواتساب وابعت لك كل التفاصيل. واعمل لايك واعمل اشتراك، ابعت الفيديو لاي حد تعرفه عنده سكر. اكتب لي سؤالك في الكومنتات او عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.